السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. طبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في حاجه مهمه لازم تعملها، وهم اللايك والشير والاشتراك في القناه، طبعا فعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله انا هنزله. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن السمارت ووتش. طبعا طالما احنا بنتكلم عن السمارت ووتش يبقى القناه بتاعتنا او الشانل كلها بتتكلم عن مشاكل السمارت ووتش، عن اسعارها، عن الانواع اللي نزلت في السوق، عن الحاجات الكويسه والحاجات اللي هي مش قوي اللي هي لسه نازله السوق. وفي حاجات كتير جدا بتكون شغاله، وفي حاجات طبعا اللي بتبقى نازله كتير ليها سوق كويس بس الخامه بتاعتها او ان هي متصيطه على الفاضي. فكل ده طبعا احنا بنقول له هنا في القناه بتاعتنا عشان انت يعني عشان ندلك على الصح دايما، ان انت تشتري يا اما بسعر كويس يا اما انت بتدور على مثلا امكانيات كويسه. فكل ده طبعا موجود عندنا في الشانل. وطبعا ندخل في الفيديو على طول كده عشان مش عايز فيديو يطول في الوقت بتاعه. نتكلم النهارده عن التي 2000 الترا 2. العلبه بتاعتها بتكون مطوله زي الشكل اللي انت شايفه ده كده. طبعا هي الفكره ان هي من الفئات اللي هي تحت 700 جنيه او تحت 600 جنيه كمان، فهي يعتبر من احسن الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها النهارده. تعالى مع بعض كده بقى نفتح ونشوف ايه الباكج موجود فيها ايه وكل الامكانيات بتاعتها. طبعا اول ما هنفتح كده العلبه هتلاقي قدامك الورقه زي ما قلت لك ان هي مالهاش اي لازمه غير الكيو ار او اللي انت شايفه ده هنا كده عشان نمسح عليه ونشوف اسم البرنامج بتاعه. البرنامج بتاعه هو اسمه هي فيت او هي واتش حاجه زي كده. هي فيت، لا اسمه هي فيت. طبعا بالنسبه للبرنامج ده هو مشكلته حاجه واحده بس، ان انت ما ينفعش تحط صورتك خلفيه على السمارت ووتش. يعني هو ما فيهوش امكانيات كتيره جدا، هم تقريبا 4 خانات او 5 خانات انت ممكن تشتغل عليهم. تاني حاجه هنقابلها طبعا وهو الشاحن اللي قدامك ده بيكون شاحن وايرلس، وزي بقيه الشواحن تقريبا كلهم واحد. وطبعا لو هو الشاحن ده باظ منك عادي ممكن تشتري غيره. دلوقتي في السوق بقى في انواع كتيره جدا. الفكره كلها ان هو بس المغناطيس بتاعها يوافق مع مغناطيس السمارت ووتش بتاعتك ويلزق زي ما انت شايف كده. ثالث حاجه طبعا هو الاستراب بتاعه. طبعا بحط لك استراب عادي جدا، هو مقاس 49 بس بيمشي معاك عادي 46 45 42. كل المقاسات دلوقتي بقت كلها واحد وبتشتغل بنفس الوظائف بتاعتها. بس الفكره ان هو استيك عادي جدا حتى ما فيهوش حديد تلو، فمش عارف ايه الفكره ان هم بيحطوا حاجه تعبانه كده. اخر حاجه بقى وهي السمارت ووتش نفسها، دي اكتر حاجه يعني لازم ناخد بالنا منها. مش مهم كل الحاجات اللي حواليها بالنسبه للشاحن وبالنسبه للاستراب او هو كام استراب، يعني انت ما تشغلش بالك بحكايه ان هم كذا استيك. فالحوار ده ان هو مش مهم بالنسبه لك، اهم حاجه الامكانيات نفسها تكون كويسه. طب بالنسبه للامكانيات او الشكل الساعه دي من بره، طبعا هم عاملينها بالمسامير وفيها اللوك، زرار اللوك بتاعها وشغال اللوك بتاعها ده. فالفكره هنا ان احنا اللون معاك بيكون اسود. طبعا حكايه اللون دي انت زي ما انت عايز، بس هو الافضليه بيكون اللون الفضي عشان هو يعني بيمشي معاك كل الالوان. بس انا عن نفسي بفضل الاسود. الاسود شكله جميل جدا. وطبعا لو انت عايز تغير الشكل ده من بره هتجيب لها كفر من بره كده هيغير لك كل الالوان اللي انت عايزها. بالنسبه لمقاس الساعه فهو بالنسبه لي كده يعتبر 49، فدي كويسه. هتلاقي سكرينات على قدها وكفرات، وهتلاقي برده استرابات 49 على مقاسها. نفتح كده اول حاجه طبعا هتلاقي الخلفيه اللي قدامك دي. الخلفيه دي عجبتني جدا بالنسبه للخلفيات اللي موجوده في السمارت ووتش. هي مش موجوده فيها اللي موجوده في البرنامج بتاعها. فلو سحبنا لتحت كده هتلاقي لا يوجد معلومات. فوق كده طبعا الحاجات بتاعتها زي ما انت شايف كل ده مش مهم بالنسبه لنا خالص. تحت بالجنب كده هتلاقي الاتصال، من جنب كده هتلاقي بقى عداد الخطوات، منظر القلب، الاكسجين، ضغط الدم، الحاجات اللي هي القياسيه كلها. لو دخلنا لجوه كده هنلاقي قدامك كل التطبيقات كده. ندخل على الاعدادات والجزيره دي حاجه اللي هي بتطلع من فوق، انت عايزها دنيتها ماشيه ازاي. في طول الشاشه ده احنا ممكن نخليه مثلا 20. في عندك الاضاءه، سطوع تمام، مستوى الصوت، الاهتزاز، تنبيه الجلوس، اللغه، اعداد النظام، وحوله. يعني ندوس على كلمه حول دي كده هيقول لك اسم الساعه نفسها بتبان على ايه، على البلوتوث اللي هي الترا 2. وهنا طبعا الاصدار بتاعها ورقم الماك. نرجع لورا كده. بالنسبه للحاجات القياسيه زي ما قلت لك قبل كده، معظم الحاجات اللي هي القليله شويه الحاجات القياسيه بتاعتها على قدها، يعني ما تهتمش قوي بيها. في عندك هنا واتس وفيس وتويتر. طبعا الحاجات دي كلها بتشتغل اشعارات بس، يجي لك اشعار منها بس ولا هينفع تقراه ولا هينفع ترد عليه. بالنسبه للتاتش السمارت ووتش دي، فالفكره ان التاتش بتاعها كويس وشغال. هنا بقى حاجه يعني ممكن ان انت ما تاخدش بالك منها، وهي ان انت لو عايز تخلي الصوت يخرج من السمارت ووتش طبعا مش هتلاقي اي حاجه ممكن تعملها بالنسبه للبرنامج. فكل اللي عليك ان انت تدخل هنا كده من فوق وهتشغل طبعا الشكل اللي قدامك ده بتاع الموسيقى اللي قدامك ده. وهنا تقريبا مفيش حاجه تانية انت ممكن تشغلها زي الحاجات التانية، بيكون ليها عنوان او مكان ايقونه معينه كده انت ممكن تدوس عليها عشان تشغل الموضوع ده. فهتروح على البلوتوث التليفون بتاعك، وطبعا هتفتح البلوتوث هتلاقي السمارت ووتش نفسها، هتدوس على 3 ارقام اللي جنبها، تدخل على اسم الساعه نفسها هتلاقي قدامك كلمه معدل الوسائط او كلمه الوسائط. فانت دي هتدوس عليها يا تفتحها يا تقفلها. عايز تفتحها تطلع الصوت من السمارت ووتش مفيش مشكله، عايز الصوت يطلع من التليفون بتاعك فانت تقفل الخانه دي. وبالنسبه للبطاريه بتاعت السمارت ووتش دي، فالفكره ان البطاريه هنا يعني كويسه، بتقعد معاك 3 ايام شغاله، فدي حاجه ممتازه جدا. في حاجات طبعا اغلى منها ممكن ما تقعدش معاك الفتره دي. طبعا البطاريه زي ما قلت لك على حسب استخدامك انت ممكن تخلصها في يوم، ممكن تخلصها في ساعه. فالفكره ان انت تهتم بيها، ان انت يعني ما تشغلش عليها اشعارات كتير
كتير، تفضلش مثلا تشتغل على السمارت ووتش دي فتره طويله عشان الشحن بتاعها يطول معاك. وبالنسبه للشحن بتاعها، فانت الشحن بتاعها سيبه يعني ما تكترش اكتر من ساعه ونص على الشحن، وهو ساعه تمام يعتبر هيخلص لك كل الشحن اللي فيها. نيجي بقى لسعرها، وسعرها اهم حاجه هو 650 جنيه، فالسعر ده بالنسبه لك كويس جدا بالنسبه للامكانيات، وبالنسبه ان هي فيها لك ومسامير والحاجات دي، كل الحوارات دي، فهي ساعه يعتبر سعرها كويس، مش غالي ولا حاجه. وطبعا هي مش رخيصه لان في حاجات ارخص من كده، لا هي كده يعتبر احسن حاجه بالنسبه للسعر ده. وطبعا لو عايز تشتري منها فانا سايب لك طبعا اللينك المتجر بتاعنا، انت ممكن تشتري من عليه. وطبعا حاجه مهمه جدا لازم اقول لكم عليها، وهي ان الساعات ما بتعرفش تعوم. حكايه ان الميه بقى وضد الميه ووتر بروف والحاجات دي مش موجوده في السمارت ووتش عامه، يعني هتلاقيها في معظم الحاجات اللي هي الباند السمارت باند، اللي دي الحاجات بقى تبع شركات معينه بيقول لك ان هي ضد الميه لان هي ما فيهاش مخارج، فدي بتكون يعني طبعا ضد الميه. اما الحاجات بالنسبه للسمارت ووتش ايا كان سعرها، اذا ما كانتش عاليه قوي فانت ما تحاولش تحطها في الميه. والميه عامه اصلا بتبوظ الساعات، يعني غير ان هي بتخش جوه الساعه تبوظها، لا هي بتبوظها من بره، بالنسبه لان هي بتاكلها من بره، بتبوظ الجلد بتاعك، بتعمل مثلا بين الزراير وبين الحاجات دي زي حاجات كده املاح وحاجات رطوبه وحاجات من دي، فانت يعني ما تحطش نفسك في الخانه دي ان انت لازم تغسل بيها او ان انت مثلا ممكن تستحمى بيها. فالموضوع ده يعني شيله من دماغك خالص. وزي ما قلت لك قبل كده الساعات السمارت يعتبر مش ضد الميه اصلا. طبعا وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عندك اي سؤال او اي حاجه اساله في التعليقات هنا، وعندك لينك الانستجرام الفيسبوك الواتساب ممكن تبعت لي عليه. وطبعا ما تنساش تزورنا على الانستجرام، فعشان لو انت طلبت اي حاجه بالنسبه للانستجرام ومتابعني فانا بعمل لك خصم 10% اي منتج انت عايزه. واستنوا الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله. زي ما بقول دايما فكروها صح.